السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض شوربة العدس. طبعا هي الراعي الرسمي للشتاء. يا سلام بقى جنب عيش محمص فلاحي كده بألف هنا وشفا على قلوبكم. يلا بينا مع بعض نشوف عملنا شوربة العدس بتاعتنا ازاي. اول حاجة هنا عندي حلة على النار فيها مكعب من الزبدة، او ممكن تستخدمي زيت زي ما انت حابة. اول ما الزبدة هتفك تسيح معايا كده هبتدي اضيف عليها الخضار بتاعنا، اللي هو بقى جزرتين كده وبصلاية كبيرة وطماطماية وقرن فلفل. انا ضفت فلفل رومي، لو انت حابة تضيفي فلفل حراق او احمر زي ما انت عايزة. وكمان هنضيف مع الخضار بتاعنا بطاطساية، وهنضيف كمان توم، يعني 4 فصوص توم او معلقة توم مفروم. انا كان عندي توم مفروم. وهنبتدي نقلب ده كله مع بعضه كده كويس. هنقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه كويس قوي زي ما انتوا شايفين كده. تمام كده. يا سلام على الريحة، بجد بيبقى مطلع ريحة رهيبة الخضار وهو بيتشوح كده. وهنضيف كمان مكعب من المرقة. لو عندك شوربة يعني هتبقى جميلة جدا برضو تضيفي شوربة بدل ما هتحط تستغني عن المرقة ساعتها. وبعد كده هنبتدي بقى نضيف العدس بتاعنا اللي احنا غسلينه كويس قوي ومصفيينه خالص، وهنديله كمان تقليبة كده مع الخضار. الطريقة دي جميلة جدا، لو جربتوها هتعجبكم. وكمان هتبقى حلوة قوي للناس اللي مش بتحب تضيف على العدس شعرية. التشويحة دي بتديله طعم حلو قوي. بعد ما نقلب العدس معاهم كده هنبتدي بقى نضيف عليهم مية مغلية. تمام كده، المية هتغطي الخضار بتاعنا والعدس، وهنقلبه تقليبة كده وهنسيبه بقى يغلي ويستوي براحته جدا. تمام كده، العدس بتاعنا استوى. هنتأكد كمان من الخضار ان هو استوى معانا وداب جدا زي ما انتوا شايفين كده. وهنرز كمان الجزرايه دي عشان نتأكد تمام ان هو الخضار بتاعنا استوى على الاخر واتهرى كده. هنسيب بقى العدس يبرد، ولو عندك هاند بلندر هتفرميه هو في الحلة، ايا كان اللي عندك. المهم ان احنا بعد ما بنفرم العدس لازم نديله غلوة على النار. الطريقة طبعا دي ما بنضيفلوش فيها شعرية زي ما انا قلت. شايفين قوام العدس بتاعنا بعد ما اتفرم؟ جميل جدا. ولو عايزة تخليه يكون اتقل او اخف من كده، ده حسب ذوقك الشخصي. هنبتدي بقى ازود بقى الملح بتاعنا، وهنضيف كمان البهارات، نص معلقة فلفل اسود ونص معلقة كزبرة ونص معلقة كمون. هي دي بس البهارات بتاعتنا اللي احنا هنضيفها للعدس. وهنقلبها كويس قوي وهنديله غلوة. زي ما انا قلت ان لما بنفرم العدس لونه بيفتح كده، فلازم بنديله غلوة. وهتشوفوا معانا ان هو هيبتدي لونه يرجع اللون الاصفر كده اول ما يبدأ يغلي. فحتى لو مش هنضيف شعرية او لو حتى ضفنا التوابل وهو لسه الخضار قطع قبل ما نفرم العدس، فلازم نرجع ندي برضو للعدس غلوة كده علشان يرجع لونه الطبيعي، لون العدس الاصفر بعد ما يتفرم. حتى لو فرمناه في الحلة برضو بعد ما يتفرم هنديله غلوة كده عشان يدينا اللون الجميل ده. تمام كده. وكمان لو حابة تضيفي شعرية هتحمري يعني شوية شعرية صغيرين جدا، وهتبتدي تضيفيهم عليه وهتسيبيهم بس لحد ما يستووا، هيدوكي طعم جميل جدا برضو. بس انا بفضل الطريقة دي من غير شعرية. لما بحب اعمل عدس من غير شعرية بعمله بالطريقة دي، بيبقى طعمه حلو قوي. لو بعمله بشعرية بسلقه هحط لكم الفيديو العدس بشعرية في صندوق الوصف. وده العدس بتاعنا بعد ما جهز، حاجة كده اخر جمال.
جنبه كمان عيش بلدي كده فلاحي متحمص، يا سلام على الجمال. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا شير ولايك. والسلام عليكم ورحمة